السلام عليكم. دايما السؤال اللي كل الناس بتسأله، هي اشمعنى يا باشا التويوتا كرولا دي عربية اعتمادية زيت وبنزين ويمشي؟ عمرنا يعني ما سمعنا ان العربية جابت فتيس، ولا الفتيس حصل فيه مشكلة، ولا العربية حصل فيها مشكلة، مع ان احنا بنسمع ان التويوتا كرولا اصلا الفتيس بتاعها سي في تي. ايوه زي ما انت سمعت، سي في تي. اي حد رايح يشتري عربيه يقول له هو الفتيس بتاعها نوعه ايه؟ يقول له سي في تي يا فندم، يقول له سي في دي، سلام عليكم يا باشا، ويسيبه ويمشي. الناس كلها مرعوبه من موضوع الفتيس السي في تي ده. يقول لك انا هتجنن، اشمعنى التويوتا كرولا ما فيهاش حاجه؟ تعال انا اقول لك. الفتيس السي في تي سهل جدا جدا جدا. سير بيلف على دوريتين كده. بص، في دوريتين اهم، دوريتين اهم، وعباره عن بليتين زي بليتين كده، وفي سير مربوط بالاثنين دول. السير ده بيلف البليتين بتاعه. فحضرتك اما بتكون على البطيء، اما بتيجي تطلع، فلازم السي في تي تمشي بالراحه، يعني تدوس بنزين بالراحه، وتبص تلاقي العربيه بطه بلدي في نفسها. والله لو عملت ايه طول ما انت على الصلانسيه العربيه مش هتجري معاك، واحده واحده لحد منتهى الملل. والله العظيم منتهى الملل، واحده واحده. تقول لي بس اما العربيه بتفتح بقى بتبقى طلقه، ما بتعرفش تجيبها وبتجري وبتعمل حاجه. انما وانا على الصلانسيه او على الغيار الاول، عربيه 128 تعديني يقعد يتريق عليا، اللي ده معدياني يقعد يضحك عليا، مش فاهم في ايه. اشمعنى التويوتا كرولا ما فيش فيها الكلام ده؟ تعال انا اقول لك بقى. بتوع تويوتا كرولا لما لقوا ان الموضوع بقى بايخ قوي ومش هينفع اسم تويوتا كرولا يتقال عليها بطه بلدي، قال لك طب ما تيجي نطور الفتيس السي في تي ده، بدل ما هو سير بيلف على بليتين كده، ما تيجي نحط له ترس. ترس، شفت الفتيسات كلها، كل انواع الفتايس فيها تروس. قال لك تعالى نحط ترس واحد للصالونسيه او للغيار الاول. يبقى العربيه هتبدا بسم الله هندور، وهنيجي نبدا في الغيار الاول اللي هي بتبقى بطه بلدي. لا مش هتبقى بطه بلدي، ليه؟ عشان في ترس هنا هيلف والعربيه هتتحكم فيه، فهيدي سرعه وهيجري. واول ما العربيه تخرج من الصالونسيه والغيار الاول وتشد، خلاص وظيفه الترس ده خرجت، ويبتدي بقى الفتيس سي في دي الطبيعي هو اللي عليه التحميل والمشي. فطبعا هو كده قلل الحمل من على الفتيس سي في تي، لان مشاكله كله ان الناس بتيجي في الطلعه بتفضل تدوس جامد عشان تجري، فالفتيس بيسخن جامد، فبعد كده العربيه بتجيب فتيس لان الناس مش عارفه تتعامل مع الفتيس. وهو لغى المشكله دي، خلى الضغط والتحميل بتاع الفتيس على الترس في الاول كده، في اول ما العربيه تيجي تمشي. اول ما العربيه تشد خلاص وظيفه الترس انتهت، بدا بقى الفتيس سي في تي العادي. تلاقي العربيه على الصالونسيه وفي الجري الاثنين زي بعض، مفيش ولا بطه بلدي ولا حاجه. فده القصه اللي تويوتا كورولا طورت الفتيس بتاعه وعملته. ليه الشركات ما بتريحناش من وجع الدماغ ده وتعمل فتيس زي بتاع تويوتا كورولا؟ ان التكلفه بتبقى عاليه عليها. خليني اقول لك ان الفتيس سي في تي ده من ارخص انواع الفتايس في العالم. جمع عربيه يقول لك العربيه دي عايزين ننزلها في فئه اقتصاديه، يقول لك ارمي لها فتيس سي في تي وننزلها. فتيس سي في تي اصلا اما تيجي تجيبه بالدولار هتلاقيه رخيص جدا، مش زي ما هنا العربيه تجيب فتيس يقول لك ب 100,000 جنيه، ده بينصبوا علينا وش. فتيس السي في تي رخيص، فيقول لك حط لها فتيس سي في تي ونزلها السوق. تويوتا كورولا بقى زودت الترس وخدت ثمنه. يعني انت هتشوف عربيه تويوتا كورولا تصات فيهاش اي اوبشن، وبتتباع بمليون و100 الف جنيه او مليون و200 الف جنيه الفئه الاولى. هو واخد حق الترس ده 500 مره. فيا ريت الشركات تزود الترس اللي مزهقنا ده ويرحمونا، عشان الناس بعد كده ما تخافش من موضوع الفتيس سي في تي. ويا ريت ما تغليش، ما انت اصلا واخد ثمن العربيه مرتين، انت عايز ايه تاني؟ وتنتهي بقى قصه الفتيس سي في تي اللي وجعنا دماغنا ده. ودي كانت قصه تويوتا كرولا اعتماديه ليه في الفتيس، ودي انا شرحتها لك. لو حد بقى عنده اي سؤال تاني سيب لنا في الكومنتات. السلام عليكم.